بسم الله الرحمن الرحيم، وصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. حبيت في المداخلة هذه نتطرقوا لمسألة الأمن والاعتداءات. ففي شهر رمضان تميز ببعض الاعتداءات الخاصة اللي تلفت الانتباه. فبعد أيام من اعتداء على مجوهراتي في بشار في حي دبدابة وقتله بطريقة بشعة صباحا، عادوا ما يسرقوش في الليل، عادوا يسرقوا في وضح النهار. هذا يدل على أن الأمن متوفر في الجزائر كثير. الناس عاد تسرق وتعتدي النهار جهال على ضوء في الضوء، مش في الظلمة كما بكري. واليوم سمعنا باللي أمس يوم الأخير يوم 30 رمضان يوم الخميس اعتدوا على مجوهرات آخر في بوقادير، مدينة بوقادير بولاية شلف، وأردوه قتيلة. جماعة مدججة بالأسلحة واستولوا على جميع الذهب المتوفر في المحل. وإحنا نندد بهذه الجرائم الناكرة والسكوت الإعلامي اللي راه مصاحب لها، وهذا بعد شهرين من تعيين الجنرال الهامل على قيادة الأمن الوطني، مدير العام الأمن الوطني، واللي توعد باللي راه يستتب الأمن وإحنا ما شفنا والو. الشرطة نايمة في المقرات، جدارك راقد، يديروا بعض البراج ويروح يرقد ويروح يفطر ويدير في ليزافير، والمواطن يعاني. مام في مدينة خنشلة اعتدوا حسب الصحافة في وضح النهار قدام ثانوية، جماعة من اللصوص اعتدوا على امرأة موظفة وسلبوا لها الحلي تاعها والبورطابل والدراهم. واحد ما تحرك ولا شافوا الجاني، حد ما كان انديس لا على الاقل دراهم البترول اللي راهم يديروا بها لي كاميرا دو سيرفايونس وفي جميع المدن، في جميع الاماكن الحساسه، امام البريد، امام البنوك، من اجل تقليل من الجريمه هذه على الاقل. وصور البترول راح يروحوا الملايير، يديروا على الاقل هذه باش يوفروا الامن، خاطرش كان ما يوفروش الامن. كيما بشار هذا مجوهراتي جاء من باتنا باش يخدم، جاء بشار هم قتلوه من قبل واحد من تيزي وزو ولا بجايه من القبائل في بني ونيف في بشار، مخبزه واستولوا على امواله، وكل يوم تسترهق يستولوا على المحلات. وهذه عصابه منظمه، ماهيش عصابه منظمه، لازمها فرقه بتاع الشرطه وكاميرات المراقبه ووسائل علميه دقيقه. ورانا ننذر مرة أخرى ونشدد باللي مهمة الأمن هو توفير الأمن لأي مواطن في جميع التراب الوطني، وهذه مسؤولية الدولة ويتحاسب عليها يوم القيامة. خاطر راهم يسلكوا باطل في الباطل، يرقدوا وما بيرمانوس وما يروحوا يرقدوا، وهذا حرام وممنوع في القانون. وشكرا وعيد مبارك وعام سعيد مرة أخرى، وشكرا.